كيجيو مقرمشين ومعلكين في الداخل. لي سيجار بحشوه اقتصاديه ولذيذه في المذاق وسهله. اول حاجه عندي هنايا واحد المقله كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الزيت النباتيه، وعندي هنايا جوج حبات كبار ديال البصله اللي شلطتهم في الهاشوار. هنا الا ما كانش عندكم الهاشوار البنات كتقطعوهم قطع اللي كيكونوا صغار باش دغيا كيطيبوا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غتخليو البصله ديالكم تشحر واحد شويه، ضروري انكم تخليوها تشحر واحد شويه، عاد كتضيفوا التوابل. هنا من بعد غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ونصف ملعقه صغيره ديال البزار. هادو هما العطريه اللي غادي تحتاجوا في هاد الحشوه. هنا من بعد كنخلط البصله مع العطريه وغنخليها تشحر مزيان حتى كطيب البصله. من بعد ما كطيب البصله البنات غادي تضيفوا عليها ربعه ديال الكفته. هنا البنات استعملت الكفته ديال اللحم الاحمر، الا ما كانش كتستعملوا ديال العدن كيبقى لكم الاختيار. هنا كنخلطوا الحشوه ديالنا بهذه الطريقه حتى كطيب الكفته والبصله مزيان. عاد كنضيف عليهم الربيع. دائما القزبر والمعدنوس حاولوا انكم تخليوه حتى الاخر عاد تضيفوه باش كيضيف المذاق. هنا من بعد كتضيفوا جوج معالق كبار عامرين ديال القزبر والمعدنوس، وغادي نضيف هنا الشعريه الصينيه اللي سلقتها في الماء، من بعد قطعتها قطع اللي كيكونوا صغار. الشعريه دائما كتبقى على حسب الرغبه البنات، ممكن انكم تستغناو عليها في الحشوه الا ما كانتش كتعجبكم، او كتعوضوها بالشعريه ديال السفاره حتى هي كتجي زوينه. غنشارك معكم شي حشوه بها الا بغيتوها قولوا لي في التعاليق. هنا من بعد غادي ناخذ هنا الورقه ديال الفيلو. بغيتو تخدموا بالورقه العاديه اللي كتخدموا بها كيبقى لكم الاختيار في هذه المرحله. هنا كيف ما كتشوفوا كندهن الورقه بشويه ديال زيت نباتيه اللي كنخلط معاها التحميره. دائما الزيت اللي تدهنوا بها الورقه حاولوا انكم ديروا لها التحميره باش كتعطيكم اللون. هي اللي كتخلي اللون انه يجي ذهبي في الورقه، حيت كاين الاخوات اللي كيقولوا ان الورقه ما كتجيهمش محمره. ضروري انكم تضيفوا تحميره للزيت باش كتعطيكم داك اللون. وانا درت جوج ورقات كيف ما كتشوفوا معايا، حيت الورقه الفيلو كتكون خفيفه. هنا كنلويو كديروا الحشوه وكديروا الجبن ديال الساندويتش في الوسط، او كديروا الجبن المبشور كيبقى لكم الاختيار. هنا من بعد كتكملوا لي سيجار كدهنوهم بديك الزيت اللي بقات لكم. هنا الاخوات اللي بغاو يقولوا لي واش ممكن يستعملوا الزبده، ما كنصحكمش بها البنات، حيت كتضيف واحد المذاق ما زوينش للبريوات. غير خدموا بالزيت راه غادي يعجبوكم. وضروري انكم تدهنوهم مزيان حيت الورقه ديال الفيلو راه كتنشف ماشي بحال الورقه العاديه. هنا من بعد كندخلهم الفرن. هنا كيف ما كتشوفوا رشيتهم شويه ديال البافو وغنرشهم بالجنجلان الابيض وغندخلهم الفرن اللي كيكون سخون. العافيه البنات كتكون مهيله باش كطيب الورقه على خاطرها وما كتخطفش وكتقرمش. ضروري ان العافيه دائما ملي طيبوا الورقه ديال البسطيله او ديال الفيلو حاولوا انكم تنقصوا العافيه وتشعلوا غير من التحت حتى كتبان لكم انها بدات كتحمر من الجناب، من بعد كتشعلوا من الفوق وكتكون واجده. هنا كيف ما كتشوفوا كتجي مقرمشه وحشوه اللي لذيذه، وغنقول لكم بالصحه والراحه.